صارت بلاد الشام مقبرة العدا، الله أكبر تلك صيحتهم إذا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. حارس التاريخ وناقد الرجال في قلب دمشق وفي زمن كانت فيه الأمة الإسلامية تعج بالعلماء، ولد صبي قدره الله ليكون من أعظم مؤرخي الإسلام. قال عنه الإمام ابن حجر رحمه الله: لقد شربت ماء زمزم سائلا الله عز وجل أن أصل إلى مرتبة الحافظ الذهبي في الحفظ والفطنة، إنه الإمام شمس الدين الذهبي. لما تناست أمة عالم يدون الأخبار أو يحفظ الأحاديث، بل كان ميزانا دقيقا يزن الرجال. طفل شغوف بالعلم، ولد سنة 673 هجري، ونشأ في بيئة تعشق المعرفة. حفظ القرآن منذ صغره، بل لم يكتف بذلك، بل راح ينهل في علوم الأحاديث والقرآن والفقه حتى صار اسمه يتردد بين العلماء. سافر إلى بلدان كثيرة منها دمشق ومكة والمدينة. أما عن العلماء الذين صنعوا الإمام فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا الإمام الذي أثر على الحافظ الذهبي وجعله نصيرا للعقيدة الصحيحة، وابن دقيق العيد العالم الذي فتح له أبواب العلم على مصراعيها. كان بعض العلماء يتساهلون في قبول الروايات، إلا أنه وقف صارما يفحص كل راو ويغربل كل سند حتى صار حجة في الجرح والتعديل. كان بعض النقاد يكتبون في علم الرجال، إلا أنه رفع هذا العلم بدرجة لم يبلغها أحد غيره. ويكفي أن تقرأ ميزان الاعتدال لترى كيف يزن الرجال بميزان العدل، وهو أعظم مؤرخ في الإسلام. ويكفي أن تقرأ كتاب تاريخ الإسلام. وأما عن موسوعته فسير أعلام النبلاء، فهي كنز لمن أراد أن يعرف عظماء الإسلام، ولم يكن يروي سيرة أحد إلا بعد أن يتحقق من سيرته. وأما عن طلابه فقد تتلمذ على يده كوكبة من كبار العلماء: ابن كثير صاحب التفسير الشهير، وتاج الدين السبكي العالم الذي حمل على عاتقه دقة التراجم في الجرح والتعديل. لم يكن الذهبي من أهل الدنيا، بل كان زاهدا، وما زال يؤلف ويؤلف حتى آخر أيامه، وأصيب بضعف البصر. توفي سنة 748 هجري، وترك وراءه كتبا ومصنفات تدرس إلى يومنا هذا. أيها التاريخ عدنا